يا جماعة، قبل ما نبدأ حلقة النهاردة عايز كل واحد فيكو يتأكد إنه مش لوحده، أو على الأقل مش في مكان ضلمة. لأننا النهاردة مش بنحكي خيال مؤلف، إحنا بننبش في تراب الإسكندرية، وتحديداً في شارع أبو قير قدام العمارة رقم 412، عمارة رشدي. المكان اللي خلى دكاترة ومهندسين وعساكر يهربوا بجلدهم وهم بيصرخوا. النهاردة هنحكي اللي حصل فعلا جوه الجدران دي، والسر للخواجة اليوناني بياروس دفنوا تحت الخرسانة. الحكاية مش بتبدأ من العفاريت، الحكاية بتبدأ من الطمع. في سنة 1961 قرر الخواجة اليوناني بياروس إنه يبني أفخم عمارة في الإسكندرية، بس الأرض اللي اختارها كانت ملعونة بشهادة أهل المنطقة القدامى. الأرض دي كانت في الأصل مكان لمغسلة موتى قديمة جدا من أيام الوباء، وكان ملموس فيها قصص عن أرواح ملقتش راحتها. بياروس ما احترمش ده وبدأ الحفر، ومن أول يوم الأرض شربت دم. واحد من العمال وهو بيحفر في الأساسات الفاس بتاعه خبط في جمجمة بشرية، وبدل ما يوقف شغل بياروس أمره يرميها في الزبالة ويكمل. بعد ساعة واحدة العامل ده وقع في حفرة الأساسات، والخرسانة نزلت فوقيه وهو حي. بياروس خاف من تعطيل الشغل ورفض يطلع الجثة، وصب الخرسانة فوق العامل. يعني العمارة دي مبنية حرفياً فوق جثة إنسان مظلوم. العمارة كملت وبقت تحفة معمارية، بس ما كانش حد بيقدر يكمل فيها شهر. أول ساكن كان مقاول مصري، دخل الشقة هو ومراته، وتاني يوم الصبح الناس شافوا العفش بتاعه كله مرمي في الشارع، وهو بيجري في نص الطريق بهدوم البيت ويصرخ: المية بتنزل دم، الحيطان بتنطق. ومن هنا بدأت الأسطورة. السكان اللي جم بعده كانوا بيسمعوا صوت تزييق المصعد شغال لوحده في نص الليل، والمصعد يقف في أدوار مفيش فيها حد. في التسعينات وتحديداً سنة 1995 ظهر المهندس عادل. عادل كان شاب متعلم في بريطانيا، ما بيؤمنش بالخرافات، وقرر يشتري العمارة دي ويرممها ويحولها لمبنى إداري. عادل دخل العمارة مع فريق من العمال الشجعان، وكان معاهم عم محمد، راجل عجوز كان شغال غفير في المنطقة وعارف الأسرار. أول ما دخلوا الدور الأول شموا ريحة بخور قوية جدا، رغم إن العمارة مهجورة ومقفولة بقالها سنين. عادل بدأ يصور بالكاميرا بتاعته، وفي كل صورة كان بياخدها كان بيظهر خيال لراجل لابس لبس عمال قديم وواقف في ركن الأوضة. عادل افتكر إن ده عيب في التحميض، لحد ما وصل للدور الرابع، الدور اللي ما كانش فيه ولا شباك سليم. في الدور الرابع عادل لقى بقعة زيت ضخمة في نص الصالة. حاولوا ينظفوها بكل الطرق، بس البقعة كانت بتكبر وتتحول للون الأحمر. عم محمد الغفير همس في ودن عادل وقال: يا باشا، ده مكان الست اللي ماتت محروقة هنا في السبعينات، الأرض ما بتنساش. عادل صمم يكمل، ودخل المطبخ ولقى الصنابير بتنزل مية سودة وريحتها كبريت، رغم إن المواسير مقطوعة عن العمارة أصلاً. الصدمة الكبرى كانت لما سمعوا صوت تزييق جاي من بير المصعد. المصعد اللي كان عبارة عن قفص حديد قديم ومصبي بدأ يتحرك لوحده ويطلع وينزل بين الأدوار. عادل مسك الكشاف ونور في البير، وشاف العامل المصعد اللي اختفى سنة 61. شاف هيكل عظمي لابس بقايا لبس شغل وقاعد فوق سقف المصعد وبيضحك ضحكة صامتة. العمال هربوا كلهم، وفضل عادل لوحده في الضلمة. سمع صوت خطوة وراه، ولف لقى راجل لابس لبس يوناني قديم، بياروس، وشه محروق تماما، وقال له كلمة واحدة باليوناني معناها: دي مملكتي، وانت الضيف رقم 412. عادل ملقاش نفسه غير وهو بيرمي نفسه من بلكونة الدور الأول عشان ينجو بحياته. النهاردة عمارة رشدي اتهدت وبنوا مكانها عمارة جديدة، بس السكان اللي سكنوا في الجديد لسه بيسمعوا صوت خبط تحت الأرض، وكأن العامل اللي اندفن في الخرسانة لسه بيحاول يخرج. الأرواح ما بترحلش يا جماعة، الأرواح بتستنى اللحظة اللي بننسى فيها عشان تفكرنا إن الدم ما بينشفش. اكتب لي في الكومنتات، هل تعتقد إن هدم العمارة كفاية عشان اللعنة تنتهي،
ولا الأرض نفسها هي اللي شايل السر؟ استنونا في الحكاية الجاية قبل نص الليل.